السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في موضوع جديد وتساؤل جديد. اولا خصنا نعرفوا ان السكن الاقتصادي كيختلف على السكن العادي، فقط مسألة ديال الدعم ديال الدولة. لهذا الدولة حطت مجموعة من الشروط باش الانسان يقدر يستافد من هذا الدعم، ومن بين هاد الشروط هو انه عندك الحق تستافد من هذا الدعم مرة واحدة في حياتك. وبالتالي اذا كان عندك الملك في السكن الاقتصادي وبعتيه، فما كيبقاش عندك الحق تعاود تستافد مرة أخرى، واخا حتى بعتي هذاك الملك اللي كان عندك في السكن الاقتصادي. أما إلا كان عندك سكن عادي، منزل عادي ماشي في سكن اقتصادي وبعتيه، فهنا ممكن أنك تشري في سكن اقتصادي بشرط أنه هذاك الملك الأول تكون سجلتيه ومحيتيه من مصلحة الضرائب. فهذه كانت المعلومة ديال اليوم. مرة أخرى نتلاقاو معلومة جديدة إن شاء الله.